بخصوص الطفلة جنات المغتصبة من قبل أحمد نجاد وعمرها 9 سنوات، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا تواصلت مع أبو الطفلة ومع أم الطفلة أيضا، وأسمعكم مقطع صغير من المكالمة عشان المصداقية. والله يعني ناس بسطاء، يعني الأب يكلمني أقسم بالله إن أنا مقهور على وضعه المادي قبل ما انقهر على بنته. قال المشايخ لي ذخوا فلوس، أنا ما قدرتش، أنا ما معيش فلوس، ما قدرتش أجيب حق بنتي، مقهور، الغلبة بحلقه. قال عرضوا عليه أراضي، عرضوا عليه بيوت، عرضوا عليه زواج البنت من أحمد نجاد. يعني أنا مستغرب على المشايخ، يعني المشايخ هذه والله ثم والله لو ما توقعوا رجال وتسحبوا يدكم من القضية لن نطلع أسماءكم وصوركم بالسوشيال ميديا. أنا إلى الآن عدنا بالناس وأتكلم بأدب. أنتم منتوش رجال، منتوش عيال حلال، أقسم بالله العظيم. بنت عمري 9 سنوات تلقي لها للدرج وجامعة من وراء ومن الأمام، والحين الطب الشرعي يبحث وراء غشاء البكارة، هل تم فتح غشاء البكارة أم لم يصل إلى هذه المرحلة؟ وجايين تعرضون عليه 10 لبان وبيت. عليكم لعنة الله تلعنكم من مشايخ ومن يسميكم مشايخ ومن يحتكم بحكمكم. هذو المشايخ، هذو بعض المشايخ، عشان ما نظلمش مشايخ اليمن كلها، هذو بعض المشايخ حقنا. واللي زاد قهرني وغبني، الأم قاله جاء واحد من أهل أحمد نجاد، وأنا إذا وصل له مقطعي والله لو توقع رجال وآدمي وتمنع نفسك من تروح لبيوتهم، علي بالحرم لنطلعك ونعريك. راح لبيتهم، تخيلوا باللفظ هذا مع احترامي للمشاهد، قال لهم روحوا شوفوا من ركب بنتكم، ما هوش أحمد ابننا. قلة حياة وبجاحة بهذه الأسرة، أقسم بجلالة الله إنه يشتي لهم تعرية كامل. قد أحمد نجد معترف بالنيابة، وانت عادك تروح تهينهم للبيت يا مكسور الناموس. هذا قريب أحمد نجاد، ولا الشاهد اللي جابه أحمد نجاد، عليك لعنة الله لأنت رجال. تروح تشهد على إني هي اللي راود أحمد نجاد عمره 9 سنوات تراوده بنت ما عندش أي مشاعر ولا أي هيجان، وتروح تراوده، عليك لعنة الله من شاهد. صورتك هله واسمك هله، مستفد كذا الحين لما واحد يشعفف بك بالسوشيال ميديا. رسالة لقضاء صنعاء، لا تخلوناش نستخدم اسلوب التشهير، لا تخلوناش نستخدم اسلوب نطلع صور ونطلع اسماء ونفضح وهذا فعل وهذا قال. استحوا يا حكومة صنعاء. مشايخ احمد نجاد جالسين يدخل النيابة، ابو البنت يقول الى اليوم النيابة مقفلة القضية ولا فعلية ولا في تحرك، يمكنوه وكيل النيابة ما جاش، وكيل النيابة مسافر. عيب استحوا بنت عمرها 9 سنوات، والله انهم يعالجوها لليوم. قال لك متعب البنت انه لليوم يعالجها، والله ان الاب ساكن ببيت خرابة، مكلمني والتسجيل موجود، بيت خرابة. واحمد نجاد ادوا لهم 2 دور بنفس البيت، يحط الغنم حقه جنب سكن جنات وابوها وامها، وجت تلقي له الدرج وفعل فعلته. فعشان اسره فقيره وبسيطه ما عنديش احد، احنا معك والله ما بنسكت، ولا نخليه اقوى من حق عبد الله الاغبري واقوى من حق احمد الزويكي يا مكاسير الناموس، يلي ما تستحوا، يلي انتم بلا شرف. اي شيخ يدخل بالقضيه هذه ويحل صلح قبلي، اقسم بالله ما فيك اثر الرجوله، ولا ينطق عليك رجل. ما انتش رجال، والله ما انت رجال. لذلك انا الحين اناشد حكومه صنعاء، ولا اناشد القضاء، ولا ارجع ادور مشايخ يحكموا المشايخ، ولا مع من نتكلم. احنا الحين لما نشوف مظلمه زي كذا مع من نتكلم ذا الحين؟ منو المسؤول ذا الحين بحكومه صنعاء عشان نناشده يروح يحل القضيه مع الرجال الغلبان هذا؟ شوفوا يا حكومه صنعاء، الاخطاء كبرت وكثرت وما تغفرش، والشعب يسكت وبعدين يثور. هذا عرض، هذا شرف، هذا اغتصاب بنت عمرها 9 سنوات. الحين يبغوا يحولوها ب10 لبن، قالوا ندي لك 10 لبن ولا ندي لك بيت ونزوج احمد بالبنت، وبعد 10 سنوات يدخل عليه. عليكم لعنة الله وعلى كل واحد حكم بهذا الحكم. فلذلك نداء أخير، هذا نداء أخير لحكومة صنعاء، تعبنا وإحنا النادي. اتقوا الله وحكموا بما قال الله وقال الرسول، لا تظلموش أحمد نجاد. ما قال الله وما قال الرسول وما قال القانون اليمني في هذه القضية طبقوه، بس ما نشيش حاجة ثانية. انصفوا للرجال وجيبوا حق بنته. وهذا تسجيل بسيط من كلام الأب. يعني جالسين في لدى حق، أما أنهم ساكنين لا. وأنت مستأجر بنفس البيت اللي هو مستأجر فيه؟
يعني الناشي هو بيت قديم. آه. أنا جالس بين الفلاش إنه الحالة ما تسمحش إني أستأجر ولا أحلف. الله يكون بعونك يا ابو جنات. والبيت تبع من؟ تبع احمد نجاد البيت؟ يعني خرابة. البيت تبع من؟ تبع احمد نجاد ولا كيف؟ عشان هو ساكن معك بنفس العماره؟ لا ما تبع بيت قديم عنده ناس ثاني ورثوا هم يفعلوا فينا الغنم حقهم. اها، نفس البيت اللي انت ساكن فيه عطوهم 2 دور يحطوا الغنم. أيوة الغنم يقولش حقهم. بس هو ساكن في بيت اخر قريب منك. أيوة جنبي بيت جديد. بسيطة يا أبو جنات. الله يكون في عونك على ما صاب بنتك، وإن شاء الله احنا نعمل اللي نقدر عليه، وبإذن واحد أحد أنك تأخذ حق بنتك. رسالتي الأخيرة للمشايخ الذي ما زالوا إلى اليوم يحاولوا تمييع القضية وتوجهها إلى صلح قبلي. والله نرجع الحملة لراسكم، لنفلت أحمد نجاد، والله ونرجع لراسكم ونشهر بكم. اسحبوا يدكم من القضية، خلوا القضاء ياخذ مجراه. ما نشيش نظلم أحمد نجاد، لا، ما قال الله وما قال الرسول طبقوا عليه. ما لكمش دخل، ما لكمش دخل. أما بالنسبة لحكومة صنعاء، أنا أظن أنه لابد أنكم تعملوا حل لمثل هذه القضايا. والله اتحركوا، مسيرة قرآنية، تناصروا غزة لا داخل فلسطين، ما عرفتوا ايش تنصروا مظلوم داخل اليمن. عيب.